السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. تنظيم منتديات لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في التنمية الزراعية بإقليم القاشبركة. اجتماع لمناقشة دور المجتمع في الحفاظ على التراث الثقافي الخفي ونقله إلى الأجيال في هايكوتا. دعوة للأمهات بالتحقق من حالتهن الصحية قبل الحمل في إقليم عنسبة. في الأنباء العالمية، روسيا تعلن استعادة 100 كيلومتر مربع في كورسك. تحرير رهائن ومقتل عشرات المهاجمين خلال احتجاز رهائن بهجوم على قطار في باكستان. فوز الحزب الديمقراطي المؤيد لاستقلال غرينلاند في الانتخابات البرلمانية. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. تم تنظيم منتديات في 13 إدارة مديرية بإقليم القاشبركة لتنفيذ برامج تركز على الزراعة الأسرية الفرعية المتكاملة والمزارع التجارية الصغيرة والمتوسطة وبرنامج الزراعة المربحة لتحقيق استراتيجية وزارة الزراعة المتمثلة في الغذاء المغذي للجميع وفي كل مكان. وتمحورت المناقشات حول المشاركة المتكاملة للشباب والمرأة في التكامل الثلاثي بين اتحاد الشباب والطلبة واتحاد المرأة الوطنيين ووزارة الزراعة لتحقيق الخطة الاستراتيجية من عام 2024 وحتى عام 2028، بالإضافة إلى تقديم المبادئ التوجيهية للزراعة والترويج ومناقشتها بعمق. وأوضح مسؤول وحدة التخطيط والتوثيق في فرع وزارة الصحة بالإقليم السيد تسفاي نقاش لوكالة الأنباء الإريترية أن الهدف يكمن بإنشاء منصة حيث يمكن للشباب والمرأة لعب دور فعال في ضمان الغذاء المغذي للجميع وفي كل مكان من خلال رفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام والشباب والمرأة بشكل خاص. وأكد مدراء المديريات من جانبهم على ضرورة قيام المدراء الإداريين والمهنيين الزراعيين بدور مؤثر في تحقيق برامج المشاركة المتكاملة للشباب والمرأة في التنمية الزراعية بوجه الخصوص. ودعا المشاركون إلى متابعة البرنامج بشكل جدي لأنه سيمهد لهم الطريق لتطوير أساليبهم الزراعية بشكل علمي ومربح وتزويدهم بالموارد التي تدفع بالتنمية الزراعية في الوقت المناسب. تم عقد اجتماع للمساهمة في تعزيز دور المجتمع في الحفاظ على التراث الثقافي ونقله الذي حضره ممثلو الشعب والمؤسسات الحكومية والطلاب والإداريون في 9 من مارس الجاري بمديرية هايكوتا. وذكر خبراء الحفاظ على التراث الثقافي أن الثقافة تشمل التقاليد والعادات والمعتقدات وأسلوب الحياة وغيرها في المجتمع، ويجب دراستها وتوثيقها بشكل صحيح ونقلها إلى الأجيال. وأضاف مدير عام قسم الثقافة والرياضة بإقليم القاشبركة السيد إدريس صالح أن البرنامج التعليمي يأتي ضمن مهمة الحفاظ على التراث الثقافي الذي يتم تنفيذها بالتنسيق مع مفوضية الثقافة والرياضة. وحث المجتمع بشكل عام والأعيان والخبراء بشكل خاص على العمل الجاد. وأكد المدير التنفيذي لإدارة مديرية هايكوتا السيد سليمان محمود أن الإدارة ستقدم الدعم اللازم للعمل الذي يقوم به قسم الثقافة والرياضة، حيث أن الحفاظ على التراث الثقافي يتطلب وعيا وجهودا وطنية. وأشار المشاركون في الختام إلى أن التوضيحات التي قدمها الخبراء في هذا المجال عمقت معرفتهم الحالية وحثوا على توسيع المحاضرات حول معنى ومحتوى التراث الثقافي الدقيق والمبادرات التي سيتم اتخاذها للحفاظ عليه حتى تصل إلى مستوى إدارات الضواحي والقرى. دعا العاملون في مجال الصحة الأمهات بمعرفة حالتهن الصحية قبل الحمل والاعتياد عليها لضمان سلامتهن وسلامة جنينهن. وأوضح الأطباء العاملين في قسم الولادة بمستشفى كرن الدكتورة لوام تولدي والدكتور عثمان على أهمية أن تعرف الأمهات حالتهن الصحية بشكل عام وفصيلة الدم ومستوى الهيموغلوبين لديهم بشكل خاص قبل الحمل، كونه يساهم في تقليل المضاعفات أثناء الحمل والولادة والسيطرة عليها لتجنب الآثار السلبية المترتبة عليها.
وأشاروا إلى أن عدم المتابعة في الوقت المناسب وعدم تناول الأدوية الموصوفة بشكل عام والحديد بشكل خاص وقلة النوم المناسب والأطعمة المغذية من الأخطاء الشائعة بين النساء الحوامل. وشدد الأطباء أنه ينبغي تجنب الدخان الذي تستخدمه النساء الحوامل عادة أثناء الحمل، الذي لم تتم دراسته سريريا بشكل صحيح كونه يزيد من خطر الإجهاض خاصة خلال الأشهر الأربعة الأولى. وأضافوا أنه على الرغم من انخفاض الولادات المنزلية إلا أنه تحدث مضاعفات ناجمة عن عدم الحضور في الوقت المناسب إلى المرافق الصحية وختان الإناث وغيرها من الممارسات الضارة تعرض صحة الأمهات والأطفال أثناء الولادة للخطر. وختم الأطباء بحث الأمهات على إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية قدر الإمكان خاصة خلال الأشهر الستة الأولى دون تغذيتهم بأغذية إضافية لضمان نموهم بطريقة صحية. أفاد منمو البساتين في إقليم عنسبة بأن السدود المشيدة تسهم كثيرا في التنمية الزراعية المروية. وأوضح المزارعون في إدارة ضحية غربت بمديرية قلب ودك عندو في مديرية عيلة برعد بأن دعم وزارة الزراعة وبناء السدود شجعهم للتنمية الزراعية. وقال السيد محمد جمع من سكان قلبان بدأ تربية النحل بمنحلة واحدة ووصل حاليا إلى 40 منحلة ليحصل على إنتاج كبير من العسل، بالإضافة إلى تنمية مساحة 3.5 هكتار بأكثر من 700 من أشجار الفواكه. وذكر السيد مسفن أبرهام من دق عندو تنمية الخضروات والفواكه بإشراف خبراء الزراعة. وأفاد خبراء الزراعة أن المزارعين ينفذون توجيهات المهنيين الزراعيين منادين المزارعين لاستغلال جيد للموارد أو لموارد محيطهم. نظم في عد قيح أسبوع التنظيمات الشبابية في الفترة من 6 وحتى 9 من مارس تحت شعار سلاحنا الوعي وهدفنا التنمية المستدامة، وذلك بعد استكشاف قدرات ومواهب وهوايات الشباب. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع مديرية عد قيح السيد إبراهيم بارولي في مراسم اختتام الأسبوع في 11 من مارس إن الأسبوع اشتمل على مسابقات معرفية ومناشط فنية. وأوضح مسؤول الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيد قرماي قبرو أن تشجيع الشباب المثالي ليبقوا ركائز الأجيال القادمة يقع على عاتق الجميع. وذكر مدير مديرية عد قيح السيد هابتايتس فازقي الدفع بجهود الارتقاء بإمكانات الشباب واستكشاف قدراتهم، مؤكدا وقوف إدارة المديرية معهم. وبهذه المناسبة تم توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات وتقديم شهادات تقديرية لمدرسة أمان لتعليم قيادة السيارات التي تقدم تدريبا مجانيا في القيادة لأبناء الشهداء في مدينة عد قيح. استشهد المناضل تادسة تسفلدت فطور يوم أمس 12 من مارس عن عمر ناهز 81 عاما جراء مرض ألم به. والتحق المناضل تادسة بصفوف جبهة تحرير إريتريا في عام 1975 لينتقل إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1986 وناضل ضمن الوحدات القتالية وورشة النقل الثوري وأقسام الإنشاء قبل التحرير، ثم عمل في قسم صيانة الطرق بوزارة البناء بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل الشهيد تادسة تسفلدت رب أسرة وأب ل9 أبناء، ووري جثمانه الثرى اليوم 12 من مارس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. تعرب شركة بودهول البناء العام عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل تادسة تسفلدت وتعزي زويه وزملائه المقاتلين ومن عمل معه. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية فابقوا معنا. على الصعيد العالمي أعلنت روسيا أمس أنها استعادت أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة كورسك جنوب غرب البلاد، حيث تهدف إلى طرد القوات الأوكرانية خارج روسيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات المجموعة الشمالية من القوات حررت خلال الهجوم 12 منطقة وأكثر من 100 كيلومتر مربع من منطقة كورسك.
كما أن التقدم الروسي يهدد أيضا آلية المساومة الوحيدة لكييف، حيث جرت محادثات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين في جدة بالمملكة العربية السعودية. ومؤخرا قال مدونون عسكريون من الجانبين إن أوكرانيا أصبحت حاليا في موقف دفاعي. حررت القوات الباكستانية ما لا يقل عن 155 راكبا من أصل أكثر من 450 كانوا على متن قطار هاجمه الثلاثاء انفصاليون بلوش في جنوب غرب البلاد، مقتل 27 مهاجما حتى الآن. ومنذ أكثر من 20 ساعة تحاول القوات الباكستانية تحرير الرهائن واستعادة السيطرة على القطار وعموم المنطقة، حيث أقدم جيش تحرير بلوشستان الجماعة الانفصالية الرئيسية في هذا الإقليم الغني بالنفط والمعادن على تفجير سكة الحديد لإجبار قطار جعفر إكسبريس على التوقف. وكان جيش تحرير بلوشستان أعلن ظهر الثلاثاء أنه اعترض قطارا يقل أكثر من 450 شخصا بالقرب من مدينة سيبي بحسب شبكة السكك الحديدية في بلوشستان. في النبأ الأخير، فاز الحزب الديمقراطي المعارض المؤيد لاستقلال الجزيرة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في جرينلاند يوم أمس الثلاثاء. وحقق القوميين المطالبين بسرعة نيل جزيرتهم القطبية الشمالية استقلالها عن الدنمارك صعودا غير مسبوقا في ظل مطامع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأراضيهم. وأعاد الاهتمام المتكرر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراء جرينلاند تسليط الأضواء على أهميتها، مما زاد من حدة النقاش الدائر منذ فترة طويلة بشأن مستقبل علاقتها مع الدنمارك. وتخضع جرينلاند منذ 3 قرون لحكم الدنمارك التي تقع على بعد نحو 3000 كيلومتر، وعلى الرغم من إدارتها لشؤونها الداخلية فإن القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع تصدر من كوبنهاغن. وتدعم حاليا 5 من أصل 6 أحزاب في جرينلاند خطوة الاستقلال عن الدنمارك، إلا أن خلافها ينصب على موعد تنفيذ هذه الخطوة. ويلفت الموقع الاستراتيجي لجزيرة جرينلاند ومواردها المعدنية غير المستغلة أنظار الرئيس الأمريكي الذي طرح فكرة شراء جرينلاند للمرة الأولى خلال ولايته الأولى عام 2019. ومنذ أن عاد إلى سدة الحكم في يناير الماضي لم يكف ترامب عن إعادة طرح رغبته في ضم المنطقة بيد أن قادة جرينلاند والدنمارك تصدوا مرارا لمطالبه بحزم. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. تنظيم منتديات لتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في التنمية الزراعية في إقليم الجاشبركة. اجتماع لمناقشة دور المجتمع في الحفاظ على التراث الثقافي الخفي ونقله إلى الأجيال في هايكوتا. دعوة للأمهات بالتحقق من حالتهن الصحية قبل الحمل في إقليم عنسبة. روسيا تعلن استعادة 100 كيلومتر مربع في كورسك. تحرير رهائن ومقتل عشرات المهاجمين خلال احتجاز رهائن بهجوم على قطار في باكستان. فوز الحزب الديمقراطي المؤيد لاستقلال جرينلاند في الانتخابات البرلمانية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.